المحافظ بيقول يريد عائد مادي من هذا المبلغ الذي تكلف 168 مليون جنيه. الواقع هذه كارثة حقيقية، وهذا القرار قرار كارثي على مستقبل الثقافة والفنون في هذه المدينة. هذه المدينة بورسعيد ارتبط فيها الإبداع بالمقاومة. هذه المدينة أبناء هذه المدينة كانوا يحاربون على أنغام السمسمية، على إيقاعات البطولات الملحمية. كنا نمثل على خشبة مسرح قصر الثقافة وهناك أبطال ممثلين موجودين في الصالة. كنا نمثل على أضواء الشموع أثناء الغراب وأثناء الحرب ضد العدو. لا يوجد مجتمع بلا ثقافة. لا ننتظر مقابل من الثقافة. الثقافة هي روح المجتمع، هي ضمير